لأهل باجة على هذا الاستقبال الرائع وهذا الإكرام والضيافة التي ملأت قلوبنا ومشاعرنا. ونحن يعني أولا كذلك نقدم لكم الاعتذار على هذا التأخر الذي هو لم يكن يعني تأخر، كان مكره بسبب يعني طول الطريق وإجراءات السفر. ونحن نعلم أنكم قد أمضيتم الليلة كله في انتظارنا وإعداد هذا الحفل وهذا الاستقبال البهيج لنا، فبارك الله فيكم. ونشكركم باسم جميع المشاركين في قافلة الصمود الجزائرية التي تتعانق اليوم مع قافلة الصمود التونسية لتشكل إن شاء الله تعالى جدارا قويا يقف في وجه طغيان الاحتلال الصهيوني، ويرفع صوته عاليا بضرورة بصوته عاليا بإيقاف هذه المذبحة وهذا الحصار الغاشم المضروب على أهلنا في غزة. إن أهل غزة اليوم وهم يشاهدون هذه المظاهر من التضامن وهذا التضامن وهذا الاتحاد وهذه الكلمة الواحدة، إنهم لا يشعرون ولا شك بأنهم ليسوا وحدهم في تلك الأرض التي يستفرد بهم هذا الاحتلال. فنحن نقول لهم نحن معكم، وها هي الجزائر وها هي تونس تتعانقان وتتعاونان وتتضامنان وتشكلان صفا واحدا للوقوف في وجه هذا الطغيان وهذا الطغيان الاحتلال الصهيوني. مرة أخرى نقدم الشكر الجزيل لأهلنا وأشقائنا وأحبتنا في تونس عامة وفي أهل باجة خاصة، ونحن اليوم ضيوفهم، وشكرا لكم وبارك الله فيكم. وباسم جميع الوفد الجزائري وباسم الجزائر كلها نجدد لكم كل معاني الاحترام والتقدير والامتنان. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، ونحن جميعا صفا واحدا وكلمة واحدة في وجه هذا الاحتلال الغاشم الذي سينتهي يوما ما بإذن الله تبارك وتعالى.